صباح الخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل البفتيك الفراخ. يعني البانيه الكداب. تمام، طبعا زي ما في بانيه لحمة كداب اكيد هيبقى في بانيه فراخ كداب. فالاول هنقول المكونات بتاعته. عندنا معلقتين بقسماط، ومعلقتين فول صويا، وحبة الخضار دول فلفل وبصل، فلفل الوان وبصل، وده معلقتين فول صويا ومعلقتين بقسماط. هنا عندنا البانيه دوت كان اقل من نص كيلو بشريحتين كده. تمام، يعني انتي ممكن تعمليه بنص كيلو، هنقول نص كيلو بانيه. فرمته في الخلاط وبعد كده في الكبة، وبعد كده هفرم كل الفلفل اللي انا حاطاه ده، بس هفرمه كويس جدا هو والبصل، مش هخليه يعني هتك عليه في الفرن. وبعدين بليت البرغل، لا سوري، بليت الفول الصويا، وبعد كده هو بليته حوالي 10 دقايق مش كتير بس بميه دافيه. وبعد كده عصرته كويس جدا من الميه وحطيته مكان الفلفل، وضربته في الكبه كويس. وبعد كده هضيفه على الفراخ وعلى الفلفل والبصل، وكمان حطيت المعلقتين البقسماط. يبقى كده حطينا فول الصويا والبقسماط والفلفل والبصل. ده مكعب ماجي، لو عندك مكعب ماجي فورية يبقى احسن. وبعد كده هوت عندنا التوابل بتاعتنا: بابريكا، وعندنا بهارات، وعندنا فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وحبة ملح صغيرين، ودي معلقة صغيرة دبس رمان ومعلقة صغيرة صويا صوص. هيعملوا طعم حلو قوي. لو موجودين عندك حطيه، ومش موجودين مش مشكلة، بس هما بيخلوا الطعم بجد حلو. بعد كده هعجن العجينة كويس جدا، والعجينة هتبقى ملزقة زي ما انتوا شايفين كده، وانا عايزاها ملزقة. يعني ما تقوليش لا دي ملزقة طب ايه احط لها معلقة بقسماط كمان، لا، هي سيبيها كده ملزقة. او نسيت اقول لكم انا حطيت كمان كيس بيكنج باودر عليها، بيخليها حلوة جدا وبيخليها هشة كده وجميلة. تمام. بعد كده هسيبها في التلاجة حوالي نص ساعة. وهنا هو بقى عندي بقسماط انا اللي طحناه في البيت، وانا بطحنه بحط شويه سمسم، بحط شويه حبه البركه وانا بطحنه. او لو عندك بقسماط انت جايباه جاهز براحتك برضو. هحط عليه كام معلقه دقيق وهقلب دوت في ده وده مع بعض. الطريقه دي بترمي، ولو حتى ربع كيلو بانيه هيعمل لك سيرفيس حلو، يعني يكفي عيله حلوه. فهو الصراحه بترمي يعني، وفي نفس الوقت بيبقى طعمها حلو قوي وطعمه، وكمان ايه يعني احلى كمان من البانيه العادي. هي دي طعم ودي طعم صراحه، بس برضو طعمها حلو جدا. والفلفل الالوان مديها في فوائد، معلي الفوائد بتاعتها، وكمان مديها طعم حلو قوي ومخلي لونها كمان جميل. بصي بقى، تاخدي حته كده حلوه وتبططيها تبطيطه، يعني مش متساويه قوي يعني كده. وهتحطيها فوق البقسماط والدقيق. خلوا بالكم ان احنا محطناش بيض. هي ملزقه كده كده، فاول ما هتحطيها على البقسماط والدقيق اللي انتي عاملاه ده هتمسك، هياخد كميه بسيطه كده هتبقى على الوش. هي دي اللي هتعمل لك الكفر الخارجي، وهي دي اللي هتخلي بقى الشكل جميل. هتعملي كل الكميه بالطريقه دي، تعملي صوابع كده زي صوابع الكفته، وتنزلي بيها كده على البقسماط والدقيق، وهيديك الشكل اللي انت شفتيه دلوقتي ده اهو. هعملها تاني كده قدامكم. هي زي ما اتفقنا هتبقى ملزقه شويه، لان لو مش ملزقه انت هتحتاجي تحطي لها بضايه وكده يعني. وكمان هتحتاجي انت تضيفي شويه بقسماط تاني. ف... فانا مش حابه ان يبقى فيه بقسماط تاني، هو كده المعيار يعني بتاعها مظبوط وتمام. كفايه ايه الكفر اللي احنا حاطينه في الاخر دوت اهي. تحاولي تظبطي بقى فيها شويه كده زي شكل البانيهايه كده لما بتحمريها اهي كده. هتعملي كل الكميه بالطريقه دي، وبعد كده هتحمريها ايه في الزيت عادي بقى. انا بحاول اوريكم العجينه عامله ازاي
شفتوا ايديا ماسك فيها العجينة ازاي، لان هي ملزقة قوي وانا عايزاها كده. بس تو ما بتحطيها بتسيب من ايديكي وبتبقى زي الفل اهو كده. بصوا الشكل بتاعها عامل ازاي، ما بتشيلش بقسماط ودقيق كتير، هي دوبك بتشيل حاجة خفيفة قوي اهو. بصوا حاولي بقى ما تحطهمش كلهم فوق بعض، لو هتحطيهم على بعض يبقى بينهم وبين بعض اي كيس بلاستيك. هتعملي كل الكمية بقى بتاعتك كده، وبعد كده هتقلي اللي انت عايز تقليه منها، وتقدري طبعا تجمدي اللي هيتبقى معاكي، وتقدري ان انت تعمليها اصلا وتعينيها. هي فيها شوية من ناجتس، بس بس دي سريعة كده وحلوة، بتنجز معاكي الوقت وبترمي معاكي. بصوا بعد ما تحمري بيبقى شكلها عامل ازاي، ومن جوه بتبقى طعمها حلو جدا يا جماعة والله. بنشتري الحاجات دي المصنعة ديت من السوبر ماركت، بتبقى اصلا نسبة الفراخ اللي فيها مش موجودة، انا ما بلاقيش فيها فراخ. لكن دي انتي الريحة هتلاقيها حلوة والطعم حلو، وانتي عارفة ايه اللي انتي حاطاه فيها. شوفوا دي الكمية قد ايه استوت، والكمية قد ايه هتتعين نية، فيعني بصراحة بترمي كمية كبيرة. يا رب تعجبوها وتعجبكم، وبألف هنا وشفا.